ما تخليش الخوف يوقفك وخد خطوة عشان حياتك ترجع طبيعية. أنا الدكتور توني ماهر، استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفيات أندلسية. أنا بشوف ناس كتيرة بتشتكي من آلام في المفاصل وبيعوق حركاتهم العادية في يومهم الطبيعي زي المشي، النوم، وكمان الصلاة. ده بيرجع للخشونة المتقدمة، إن جزء من المفصل بيكون تالف. في عمليات استبدال المفاصل سواء الحوض أو الركبة، إحنا بنستبدل الجزء التالف في المفصل بجزء صناعي، والاستبدال ده ممكن يكون جزئي او كلي على حسب حجم المفصل اللي متأثر. في ناس كتيرة قوي بتبقى خايفة من العملية دي وانا متفاهم ده، لكن بحب اطمنكم واقول لكم انه مع تقدم التقنيات في الجراحة وفي التخدير العملية بقت احسن واسهل، وكمان التأهيل بياخد وقت أقل بعد العملية، والحركة بتقدر نرجع ليها بسرعة. لو فضلت تأجل المفصل بيقعد يتاكل أكتر، وده بيأثر على العضلات، فكل ما العضلات تضعف العملية هتبقى أصعب ومش هنوصل لنفس النتيجة لو كنت أخدت القرار من بدري.